المغرب. الأزمة أيوة، بين المغرب ركز. والجزائر وفرنسا بتعود من جديد إلى واجهة الخلاف والتصعيد بشكل غير مسبوق. المغرب بتكون أمام ثورة إصلاحات واسعة برفاء حدوث تغيير بالحكومة المغربية وفي بعض المناصب الحساسة، وبيتم إصدار قوانين جديدة بتكون لمصلحة الموظفين والعمال في كل أنحاء المغرب. المغرب في السنوات القادمة بتكون مركز لاستقبال حدث رياضي عالمي، ولا استبعد أن يكون هذا الحدث هو جزء من المونديال. هلأ يوما ما المونديال بينعمل بالمغرب، بس امتى وكيف واي سنه ما الكلمة دي بعرف. مهمة جدا عشان انت سبب كلنا مستنيين المغرب نعم. في النص. بس اي سنه يعني في يوم من الايام الله اعلم المونديال في المونديال المغرب هيتعمل في إن شاء الله المغرب. يا رب. ان شاء الله. على فكرة يعني هذا هو المونديال ملكة أصل التوقعات حدث في يوم من برضه الايام. لا برضه بلدين كأس عربي. العالم للأندية ده حدث برضه كبير هو قوي. المونديال سيكون بالسنوات المقبلة ببلدين عربي، المغرب والسعودية. والسعودية. نعم ان شاء الله. المغرب يا والسعودية ريت في يوم والله. من الأيام في صح. سنة من السنين إن شاء الله قريبة هيتعمل يعني؟ فيهم كأس العالم. قريب في سنة هي بتقول ما تعرفش في يعني سنة من في سنة السنوات وبتمنى مفتوحة من يعني. صحة ملك مفتوحة. المغرب تشمل بعض الناس والإعلام. بنشوفه بالمستشفى وبندعو له بالصحة. مين قوليها تاني جملة؟ ملك المغرب. ملك المغرب ماله؟ على سلامة، بتمر على سلامة. ايه؟ ملك المغرب على سلامة على سلامة يعني بتمر على سلامة إن شاء الله. بتمر أزمة يعني بنشوفه يا رب إن بالمستشفى شاء الله. يا رب ربنا ناس يحفظه تدعي يا له رب. بالصحة والعافية. ربنا يحفظه يا رب. الجزائر. المدارس والجامعات في الجزائر بتكون حديث الإعلام بسبب حصول تغيير شامل وكبير بالمناهج التعليمية، وبنشهد حركة إرباك وبلبلة طلابية واسعة بالجزائر. كما سيطال هذا التغيير قطاع الموظفين مع قرار بزيادة الأجور بالقطاع العام وارتياح شعبي كبير لهذه القرارات من الحكومة الجزائرية. أرى بداية توتر في العلاقات ما بين المغرب والجزائر، وهذا التوتر سيؤدي إلى حصول حدث للأسف مؤسف بين البلدين.